السلام عليكم عملائنا ومتابعينا، يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. معكم مهندسة سارة من شركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مرض من أخطر وأشرس الأمراض اللي ممكن تصيب الأبقار والجاموس، وهو مرض الجلد العقدي. وبيعتبر مرض الجلد العقدي من أمراض الجلد الفيروسية المعدية الحادة، وبيتم نقله عن طريق الحشرات، وبيتميز بظهور مفاجئ لعقد جلدية مختلفة الحجم على جسم الأبقار أو الجاموس المصاب، مع وجود تضخم في الغدد الليمفاوية السطحية. ومرض الجلد العقدي ممكن ان هو يسبب خسائر شديدة جدا، وده نتيجة نقص في إنتاج اللبن واللحم، ده غير التشوه اللي بيكون موجود في الجلد. ومن الأعراض المزمنة اللي ممكن تظهر ارتفاع في درجة الحرارة ل41 درجة، وممكن انها تستمر لمدة 3 أسابيع. فبالتالي الحيوانات بتفقد شهيتها، بالتالي هيقل إنتاج اللبن، هيقل إنتاج اللحم. ده غير ان في حالات الأبقار العشار ممكن يحصل حالات إجهاض. كمان بيكون في إفرازات لعاب وإفرازات من الأنف ودموع من العين، وأيضا بيظهر حالات عرج. كمان نسبة الإصابة بتكون من 5 ل50%، وممكن إنها توصل ل85%. والنفوق بيكون من 3 ل10% على حسب شدة المرض وأعمار الحيوانات، ونسبة النفوق بتزيد في الأعمار الصغيرة. كمان بيكون في بعض الحالات الشديدة اللي بيظهر آفات للمرض في التجويف الأنفي والفمي. كمان ممكن يؤدي إلى أعراض تنفسية وزيادة في إفرازات اللعاب. وبكده يكون عرفنا إيه هو مرض الجلد العقدي، وعرفنا إيه أعراضه. هنتكلم دلوقتي عن العلاج باستخدام البرنامج الأورجانيك عائلة البيفاكتور والعلف السائل. وبتكون الجرعات العلاجية عبارة عن البار فيتا بجرعة 5 سنتي لكل لتر مية، سقوة صباحا ومساء. والليكويد فيد 10 بجرعة 2 سنتي لكل لتر مية، سقوة صباحا وسقوة مساء. وطبعا تكرار الجرعة أو وقوفها ده بيكون بالمتابعة مع الدعم الفني.